شاورما الدجاج في المقلاة. تتبيلة الشاورما. بداية سر النكهة الأسطورية هنجهز تتبيلة الشاورما المميزة. في وعاء عميق بنخلط الزبادي مع معجون الطماطم والخل وخلطة البهارات الخاصة، وهي التتبيلة اللي هتعطي الدجاج كامل النكهة. تقطيع الدجاج. وهنبدأ النهاردة بدجاج صدر مقطع شرائح رفيعة عشان تستوي بسرعة وتشرب التتبيلة. بنضيف الشرائح للتتبيلة مباشرة، خلط الدجاج مع التتبيلة ونقلبهما سوا بشوية شغل إيد عشان نتأكد إن كل قطعة دجاج متغطية كويس جدا بالتتبيلة من كل حتة. نغطي الوعاء ونخليه يرتاح في التلاجة لحد ما النكهات تختلط مع بعض. تحضير الخضار الطازج. وفي فترة استراحة الدجاج هنجهز الخضار الطازج. تقطيع طماطم وبصل وفلفل ملون. الألوان والطازجة دول هيملؤ الطبق النهائي بنكهة وقوام رائع. مقلاة على نار متوسطة وبنرش عليها شوية زيت. بنضيف شرائح الدجاج المتبلة، شوف اللون الذهبي الجميل ده وهو يظهر. بنقلبه على الجانب الثاني لحد ما يستوي تماما ويبقى شكله شهي. تجميع الساندويتش باحترافية. خبز بيتا دافئ ورقاق رز مقرمش وطبقة من شاورما الدجاج الساخن وتعلية من الخضار الطازج، وطبعا مش هنساب صوص الثوم الكريمي. وأخيرا وليس آخرا، الساندويتش جاهز للتقديم. شاورما دجاج بيتي، طعم مطعم وقوام تحفة في أقل من نصف ساعة ومن غير فرن. ألذ من كتير من المطاعم وأضمن.